سمعت انه صار في مشاده او بينك وبين اشرف حكيمي، وفيما بعد خرج واعتذر رسميا. شو اللي حصل في الممر؟ ممكن نعرف القصه. انا احب اشرف حكيمي بالطبع، انه لاعب عظيم، ولقد جاء واعتذر عما بدر منه وكان رائعا. وفي خضم المباراة يمكنك أن تقول أشياء لا ترغب بقولها، كان يهدف أن يقول شيئا عن الحكم، لكنني أعتقد يجب أن نركز أفضل على الأداء الرائع للمغرب. المغرب لعبت بشكل عظيم كرة قدم عظيمة للغاية، ويجب أن نثني على أداء الفريق المغربي، حكيمي، زياش، كلهم. المدرب مدرب شاب، مدرب رائع، وأن يجعل هذا الفريق يلعب كرة قدم مميزة، دفاع قوي وحارس مرمى رائع. بونو مثلوا قارتين، لأنهم يمثلون العالم العربي ويمثلون قارة أفريقيا، وتأهلوا لنصف النهائي. والبعض كان يقول كان أمرا مفاجئا. هذا مفاجئا، ربما كان مفاجئا، لكن إذا لا تنظر إلى سير اللاعبين وسيرة المدرب وتشاهد بعض المباريات السابقة، وإذا لا تعرف ما يعني الجمهور المغربي، كان اللاعب الثاني عشر للفريق. لا علينا أن نثني على أداء المغرب، ويجب أن نثني على الفريق كله، المشجعين أيضا، مشجعين المغرب الذين كانوا رائعين كذلك. والمغرب أصبحت الفريق الذي يشجعه الجميع بغض النظر عن الجنسية، ولأنهم كانوا يرون المغرب، الفريق كرواتيا كانت ليست بلدا كبيرا، لكنها بلد وصلت النهائي قبل 4 سنوات، وتعرف عن كرواتيا. المغرب أيضا لقد لامست قلوبنا وأسرت قلوبنا وكل العالم. بما قد تكلمنا عن طاري المنتخب المغربي، المغرب قدموا مباريات عظيمة، تصدروا مجموعتهم، أحرجوا الكبار كلهم وكانوا يستحقون ذلك، والدليل وصلوا المركز الرابع على مستوى العالم. المنتخب التونسي فاز على منتخب حامل اللقب، المنتخب الفرنسي، المنتخب السعودي فاز على المنتخب الأرجنتيني، وعفوا يعني مش اللي الفوز والله اللي واحد يقول بالحظ، لا، فوز بكل معنى الكلمة، يعني بحق، باستحقاق. مكتسبات نعتبرها؟ لا أعتقد بأن بذلوا كل ما بوسعهم. لا أعتقد، لقد بذلوا بلاء حسنا، لكنهم وصلوا إلى ما يستحقونه. السعودية بعد الفوز ضد الأرجنتين كانت مباراة صعبة، كانت أول مباراة للأرجنتين ولم تضمن التأهل بعد، والأرجنتين لعبوا بشكل قوي أيضا. السعودية غلبت الأرجنتين، وفي المباراة الثانية ضد بولندا لقد لعبوا بشكل جيد للغاية في مناسبات عديدة، لكنهم كانوا غير محظوظين، والأمر حصل مع تونس، وفي النهاية فقدوا القليل. وأعتقد وهذا من خلال خبرتي في السنة الماضية عندما تنظم بطولة العرب، أعتقد بأن كرة القدم العربية سواء في شمال أفريقيا أو الشرق الأوسط هي من كرات القدم التي في تطور مستمر وستبهرنا في المستقبل. وعندما نرى العاطفة التي تجتاح المنطقة باتجاه كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وترى المواهب الموجودة هناك أيضا، أعتقد قطر بطل آسيا، لكن للأسف في هذه النسخة كان الأداء لم بمستوى كأس آسيا.